السلام عليكم، انا اسراء. فيديو النهارده هيكون عباره عن اساسيات المكياج للمبتدئين. فلو انت عايزه تعرفي ايه اللي لازم تشتريه تابعي الفيديو لحد اخره. اول حاجه هتحتاجيها هيكون الفاونديشن. انا بنصح بالناس اللي هي المبتدئه انها تستخدم الاول بي وبعد كده تجيب فاونديشن، عشان الفاونديشن ممكن يكون تقيل شويه. فالبي اللي انا بستخدمه هو من جارنيه، درجتي فيه لايت، ده للبشره المختلطه للدهنيه، حلو جدا وسعره مناسب وحاساه كده خفيف، بتحسي بشرتك مش حاجه تاني يعني. فانصح بيه جدا، وده كان سعره رخيص يعني، انا مش فاكره بالظبط بس هو تقريبا 50 حاجه زي كده يعني، وحلو وبيقعد معاكي فتره طويله قوي ان شاء الله يعجبكم. البودر اللي انا بستخدمها هي من ميبلين فيت مي، درجه 110. اي بودر انت حباها، انا بسمع اماندا البودر بتاعها بيبقى حلو وبيثبت يعني، فهي حاجه ضروريه جدا البودر لو هتبداي تحطي مكياج. بس ان انا مش بستخدمه كتير، مش بستخدم كونسيلر، بحس ان هو تقيل قوي على كل يوم مثلا. فانا بس حبيت اقول يعني لو حابه تستخدمي كونسيلر، في كونسيلر من اوريفليم من زوان اسمه ايفر لاستنج كونسيلر، درجته لايت نيود، حلو جدا وبيشيل ومش يعني مش بيبين الخطوط اللي تحت العين، فحلو جدا وانصح بيه كل الناس. هي البرونزر اللي انا بستخدمه هو عباره عن، بس انا جايباه درجه اغمق علشان اعمله كونتور او برونزر، فاي حاجه تحبيها. دي الباودر دي جميله جدا وناعمه وحلوه جدا، انصح بيها اي حد ان شاء الله هتعجبكم. هو البلاشر اللي انا بستخدمه من لونه رقم 510، هو لونه رايح على مشمشي، انا مش عارفه هو ليه رايح على احمر هنا، بس هو برتقاني على مشمشي. الدرجه دي حلوه جدا للبشره اللي هي المصريه، اللي هي القمحويه شويه، وحلو جدا. بس خلي بالك ان هو في حته لمعه، فلو انت مش بتحبي اللمعه جربي حاجه، شوفي حاجه مط، بس هو لمعته بسيطه جدا ومش تقيله قوي يعني على البشره. للعين طبعا كلنا عارفين ان لازم يبقى فيه قلم كحل اسود معانا، فالقلم ده حلو جدا. انا مش عارفه اسمه ايه ولا ايه، انا بس جبته من المحل وكده وبس يعني. عامه يعني اي قلم اسود لازم يبقى معاكي قلم كحل يعني يكون اسود. لو مش بتحبي تحطي كحل اسود او عينيكي ضيقه شويه، ممكن تستخدمي قلم بني برضو، هيحدد عينك بس بطريقه خفيفه شويه، مش ما تبانش تقيله زي الاسود. وزي اي حد انا من الناس اللي اشترت ابيض برضو، بس عشان تحت العين عشان يوسع العين، عشان انا عينيا ضيقه شويه يعني، فبحاول اوسعها بقلم ابيض. فلو انت عينيكي ضيقه وعايزه توسعيها انصحك بقلم ابيض او لون بيج زي ما تحبي. الماسكارا اللي انا بستخدمها من اوريفليم من زوان 5-in-1 وندر لاش ماسكارا. الماسكارا دي يعني بتطول الرموش بطريقه رهيبه، لدرجه انا رموشي طويله الحمد لله يعني، بس هي المشكله ان انا بعوز حاجه تدي لون شويه. فالماسكارا دي يعني ايه بالراحه خالص كده، علشان هي بتطول الرموش بطريقه رهيبه. فانتي لو عايزه رموشك تبقى طويله انصحك بالماسكارا دي جدا، هتعجبك ان شاء الله. الباودر اللي انا بستخدمها للحواجب هي من ام. الباودر دي كان حتتين زي ما انتم شايفين، دي فاضيه ودي بني، دي اسود يعني هي اتكسرت والحمد لله ما كانش حد بيستخدمها يعني، فهي اتكسرت وقعت. البني ده هو اللي بنستخدمه، البني ده حلو قوي بس خلي بالك بالراحه، علشان هو يعني لو كترتي منه ممكن يوديكي على احمر بني محمر يعني، فخدي بالك. شفايف لو انت من الناس اللي مش بتحب تحط روج او اي حاجه، انصحك الزبده دي من لابيلو. الزبده دي لو عايزه يبقى فيه لون كده بسيط هاتي بالفراوله، بس انا دي بستخدمها للترطيب، دي بالعسل واللبن، العسل واللبن على ما اعتقد، وهي حلوه جدا وبترطب وريحتها حلوه جدا. الحاجه اللي انا بحطها ده ليبستيك ليب جلوس، بس هو يعني مش جلوس قوي يعني، فانا بستخدمه كل يوم، لونه حلو جدا بس انا مش عارفه درجته ايه، بس هو من شاينينج ليب جلوس. فيديو النهارده اتمنى ان هو يكون اعجابكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.